ومعاه قرب له جيمس تيدي بيلعب هو العرضيه، وهنا الخطا. نيران صديقه، نيران صديقه، جول جول. نيران صديقه لم يلمسها لا جيمس تيدي ولا كريم طارق. الكره نيران صديقه يا جماعه. هنشوف مودي ولا احمد سامي، واحد فيهم لمست فيه، كانت بعيده كده، الكادر كان بعيد. انما هذه هتشوفوها مره تانية. ادي الانطلاقه بتاعته حلوه قوي اول دخول رمضان، وادي الكره معديه الحرة المباشرة. شديد قناوي. لاعبي سموحة واقفين على الخط ازاي صح كده، ومطلعين كل مهاجمي أسوان خارج منطقة الجزاء. اتلعبت العرضية تصطدم بالحائط البشري. عالمي، جول عالمي عالمي. الدوري المصري يشهد ضربة خلفية مزدوجة من حسام جلال، هدف عالمي عالمي. وصلاح أمين، رسالة من حسام جلال لصلاح أمين: لست وحدك من تسجل الأهداف الجميلة. وادي أسامة عرابي هيتجنن هيتجنن. جول جميل جدا 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 للأسوانيين. شوف الفرحة، أسامة عرابي نفسه ينزل نفسه ينزل، عشان المدير الفني قبل ما يعترض وقبل ما يحتج على الحكم يفتكر ان الاعتراض ده ممكن يكلفه كتير. اكيد أسامة عرابي كان نفسه يبقى في المنطقة الفنية، وأسامة عرابي يقول لك 24 ثانية يعدوا بالطول وبالعرض. لاعبي سموحة الشوط الأول. ادي الهدف ادي الهدف. لا نشوفه مرة تانية قبل ما تسيب حضراتكم. شوف الهدف. الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على التكنيك وعلى التوجيه وعلى التوفيق وعلى كل حاجة. هدف جميل. أسيب حضراتكم مع كباتننا الكبار في الاستوديو حتى أن نلتقي بعد أحداث استراحة قصيرة. محمد الشاذلي يحييكم ويقول لكم إلى اللقاء. رزاق يلعب البينية داخل منطقة الجزاء، لكن يطلع طول الشمال بالبوكس والمرمى فاضي. هي حب أسوان، هي حب أسوان، الكرة حب أسوان. محمد رزق عمل على طول المحارب اسلام محارب. لكن شوف هنا المهدي عمل ايه، ما مسكش ليه المهدي سليمان، والكرة حبت أسوان. تعدي محمود المتولي واسلام طارق، ضرب جزاء للنادي الاسماعيلي. محمود متولي كابتن النادي الاسماعيلي النهارده. متولي واسلام طارق، متولي هدف للنادي الاسماعيلي، هدف من ضربة جزاء. مش ممكن على الإثارة، مش ممكن على الإثارة في الدقائق الأخيرة. كان الله في عون المدربين، يعني كان الله في عون المدربين والكابتن خالد عيد في توقيت صعب جدا. النادي الاسماعيلي ضربة جزاء في الدقيقة اللي اتحسبت كانت في الدقيقة الثانية، لكن خدنا وقت كتير جدا على ما اتلعبت، دخلنا في 7 دقائق. هدف للنادي الاسماعيلي احرزه محمود المتولي من ضربة جزاء. حطت على يمين اسلام طارق، كان رايح معاها اسلام طارق، كان ممكن ينقذها. لمسها كمان بايده المتولي، يعني لمسها المتولي بايده، حاططها ايه، لمسها كان ممكن. رفعت وابو السعود في انتظار صافرة محمد معروف. رفعت وابو السعود، رفعت وابو السعود، وجول جول. الهدف الاول عن طريق احمد رفعت. هدف اتاخر مباراتين امام طنطا وامام الاسماعيلي. الزملكاويه مستنيين خامس الاهداف مع ايناسيو اللي ما سجلش في اول لقاء امام انبي المدير الفني الجديد للزمالك، لكن بيسجل. وادي لقطه الاعاده، ادي لقطه ضربه الجزاء اللي احتسبها محمد معروف. بالخطا هنا، لكن ايضا تمرير بالخطا من هنا ومن هنا. مفيش حد احسن من حد، يقول له مفيش حد احسن من حد. كريم مصطفى يلعب الاماميه. هنا خطوره نادي المقاولين، لو يلعب جماعي 2 على 1 2 على 1 2 على 1. عدى محمد فاروق وجول جول. محمد فاروق عدى لوحده، فات اشتغل سيلفي وحطها على شمال الشناوي. الهجمات المرتده بقوا 2 على 2. محمد فاروق طول فيها، أنن شويه مع احمد علي، مستني التمريره. رقص محمد فاروق في اللقطه اللي فاتت وبيحطها حلو، بيحطها بمعلمه. لكن كريم مصطفى تبديل ايجابي جدا لمحمد عوده، بيسجل هدف التعادل. ادي الانطلاقه، ادي السرعات. قلنا في الشوط الاول عنده الانطلاقات. سجل مع المقاولين العرب امام الانتاج والنصر للتعدين والشرقيه وانبي. ونفتح طارق حامد يلعب الكره الاماميه. انطلاقه عند اسامه ابراهيم، هدف هيحل اللقاء. وادي العرضيه، جول. استني على طول
بيعوض الهدف بهدف. هدف جميل من فاروق وهدف جميل من ستانلي. أسامة إبراهيم العرضيات أخيرا أسامة إبراهيم بيلعب العرضية تعدي مايوكا، تلاقي ستانلي في طريقها يحطها ببند في الأرض يتمطع معاها محمود أبو السعود. هنشوفها مرة تانية. بصوا أسامة إبراهيم لعب العرضية، أدي ستانلي بند ويطير عليها يتمطع. لحضراتكم مفيش حد يقدر يجزم ابدا 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 بثلاثي الهبوط. ادي العرضيه وادي الرأسيه. كابونجو كاسونجو الكونغولي يعود من جديد ويسجل هدف 1-0 لكابونجو كاسونجو، اللاعب اللي سجل في المقاولين وسجل في الداخليه وسجل في الاهلي وسجل في الجيش والنصر التعدين ومرمى المقاولين والداخليه. يعود ويسجل الهدف العاشر. كابونجو كاسونجو هدف غالي جدا في توقيت قاسي جدا على الشرقوة برأسية الكونغولي المتوهج طنطا في توقيت قاتل دخل فيه هدف، تلقى هدف. والشرقية المرة الوحيدة اللي غفل عن معتصم سالم وفاروق كابرون، وقف في النص بين المعتصم وابو سليمة يحطها يا ولد يا ولد يا ولد على الرأس. بيضغطوا بشكل جيد في كل مساحات الملعب. فتحي يشيل عرضيه خطيره، ممكن جول. عبد الله السعيد الهدف الاول. العرضيات السليمه هي اللي تخلص لك. احمد فتحي بيسجد بعد العرضيه اللي عملها ايه بلسم يا ابني اللي فاتت. حلوه من احمد فتحي، موجود وحاضر بعبقريه عبد الله السعيد اللي بيسجل لتاني لقاء على التوالي بعد ضرب الجزاء الطلائع. السعيد امام التعدين والنصر للاهلي بجون في الدقيقه 33 1-0. وهنشوف العرضيه تاني اللي اتكلمنا وقلنا اول ما صبر الرحيل من دقيقتين 3 عمل واحده جوه ال 18. انما بص العرضيه السليمه واول مره بقى نقاط اجاييه عمرو جمال 4 اسماء. نشوف الهجمه من الجبهه الشمال، ميدو جابر طلعها لبره في منتهى الخطوره. جول عبد الله السعيد. اتقل تاخد حاجه نظيفه باقل مجهود. عبد الله السعيد بيجيب جونين حتى الراجل اهو اللي قلنا برضو واحنا بنعلق على المباراه هترجعه لحالته التهديفيه. اللعيب لما بيغيب بيحتاج الثقه. انما بص عرضيه ميدو جابر وهي جايه له واخد القرار وعارف هيتصرف ازاي، عكس لعب كوليبالي اللي ما قدرش ان يطلعها لبره كده في الشوط الاول. اتكلمنا عليها كتير. انما 2-0 هتصعب المهمه تماما. جه في الجبهه اليمين حطها لتحت للي جاي احمد فتحي اللي لسه لغايه دلوقتي ما طلعش واشتغل لقدام. لسه الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر، يلعب عرضيه طلعت عبد الوهاب. ممكن الثالث سليمان كوليبالي. وريني الشقلباز يا ابني. ادي سليمان كوليبالي وخطا من طلعت مع بدايه الشوط الثاني مع الدقيقه 51 سجلوا. ادي الغلطه اللي عملوها وكانت الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر اللي بيعمل جونين النهارده. والتمركز الدفاعي وحاله الفوضى اللي جوه 18 اسلام صيام مع احمد عبد الموجود استغلها كويس قوي سليمان كوليبالي. وخطأ كبير لحارس المرمى عشان يحطها سهله ويجيب النهارده 6 أهدافه. 3-0 للنادي الاهلي، نفس نتيجه الدور الاول. انما لسه في وقت كبير. هل يزيد الرصيد؟ ترجع الكره لورا، لعيب داخل بيترقص لوحده. في ماتشات الكره تبقى ماشيه معاك. بص الراجل بتاع التعدين بيقول له رقصني رقص. عرضيه خطيره، ممكن جول. ايه العرضيات دي وايه الهاتريك ده؟ عبد الله السعيد 3 أهدافه والجون الرابع مع الدقيقه 69. انما فتحي مطلع عرضيه. اكرم توفيق يا سلام يا اكرم، عرضيه فتحي اللي بتقول لك هات جون. فريق مستسلم تماما، متاخر ب4 تجوان. التعدين 0 والنصر الاهلي برباعيه منها هاتريك لعبد الله السعيد اللي النهارده بيعدل سواء بقى من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين، ناحيه قنش وناحيه عبد الله جمعه. اسامه العزب اللي رايح يلعبها ورايح كده من ناحيه اليمين للشمال عشان يلعبها برجله اليمين، دايما بيلعبها قويه وبتلف في الجول في الحتت ديت. اسامه معودنا كتير جدا بيلعبها ورايحه زي ما بقول لكم دايما بتلف في الجول. اسلام صلاح بيحرز هدف اول في الدقيقه 22. يتقدم النادي المصري. اسلام صلاح هدف في الدقيقه 22، اول هدف اول للنادي المصري. وقلت لحضراتكم بيلعبها كويس جدا. اسامه العزب دايما على القائم الاول بتبقى رايح يتقدموا على وادي دجله. والراجل هنا يعني خطا طبعا من خط الظهر، محمود علاء وخط ظهره الناس بيتفرجوا على القائم الاول. شوفوا هنا السيد سالم
محمود علاء 3 من خط ظهر وادي دجله عشان يطمن على اللعيبه اللي كانت مصابه. على اي من قريب، جول جول جول. مش ممكن اللي فاتت، مش ممكن الانتاج اللي كان افضل، انما هدف في مرمى فرقتهم ويسجل على طول. 1-0 محمد رزق. حيرتينا يا كوره، جننتينا يا كوره. فرقه تلعب وفرقه تهاجم وفرقه من كوره طايشه تسجل. طلائع الجيش يحضر بجون مع الدقيقه 77. هنشوفها مره تانية. جه يطلع من على الايام القريب محمد طارق، هنشوف ولا لؤي وائل. وادي الخطا بقى، سواء من الحائط البشري اللي فتح بشكل غريب ويحطها في المرمى. مش ممكن. 1-0 لصالح طلائع الجيش. ادي اللعبه وادي الحكايه من اولها. والخطا اللي عملوه داخل ال6 ياردة. بص الراجل حطها ولا احسن فرود، انما عامر هيعمل ايه؟ وبقول الخطا الاول كان